السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده احنا معانا الشنجان اليوني تي 2026. العربيه دي يا جماعه عربيه شكلها شيك جدا، عجباني شكلها بصراحه. دي الفئه الاعلى، اعلى فئه، الفئه الثالثه. سعرها لازم بيكون 1,450,000 جنيه. تعالوا نتفرج على العربيه مع بعض. اول حاجه ده مفتاح العربيه، المفتاح ده قصه ليه بقى؟ بس هو خفيف على فكره، لان في هنا هتلاقي ادي قفل، فتح، تدوير عن بعد، دي فتح بالشنطه. دي هنا هتلاقي ايه؟ قياده ذاتيه. العربيه دي ممكن تمشي بيه، يعني ايه، تدوس على الزرار ده هتمشي. فتجربه القياده بتبان اكتر، عشان احنا طبعا هنا في المعرض هتبقى صعب قوي ان احنا نمشيها، لان كمان هو الكلام هنا ان التوكيل نفسه اللي بيكتب لك الحته دي. فدي تمشي العربيه، تمشي بيك يعني تدوس على الزرار ده جامد تلاقي العربيه ماشيه. طبعا دي خاصيه حلوه جدا. بتاع برضه سيمبل وبسيط، وفي علامه شنجان من ورا اهو. وسط العربيه كروس اوفر اس يو في مدمجه، بتتقدم في السوق بابعاد برضه مناسبه للشوارع المصريه. انت بتتكلم في طول هنا 4 متر 51 سم، مع العرض بيكون متر 87 سم. برضه طول قاعده العجلات بتاعت العربيه كبيره على فكره، 2 متر 71 سم. مع القوس الارضي برضه هنا عالي، بتتكلم في 18 سم وشويه. طبعا مشاهدينا رافعينها شويه على بانيتا، فهنا ايه باين ان هو اعلى، بس هنا مش اعلى ولا حاجه، هو هنا اهو. بتتكلم برضه في 18 سم، 8 من 10 او 19 سم. فالابعاد برضه كويسه جدا، وعربيه زي ما قلنا كومباكت. هتلاقي برضه مساحات جوه بتاعت العربيات الكومباكت اللي هي كروس اوفر، يعني هتلاقي المساحات بتاعتها برضه من جوه كويسه جدا بالنسبه لعربيه زي كده. ماشي. والعربيه فخمه، بتديك اداء كويس جدا، عربيه رياضيه. بصنف انها عربيه رياضيه، مش كروس اوفر عاديه، لا هي رياضيه. بتتكلم ان فيها قياده ذاتيه، فيها كمان ركن ذاتي. بتتكلم في عربيه كروس اوفر رياضيه، مش عربيه كروس اوفر عاديه. فالعربيه شبابيه جدا، وتصميمها كمان رياضي جدا وهجومي. ماشي. ابعادها برضه كويسه جدا بالنسبه للشوارع، بالنسبه لواحد عايز عربيه شبابيه، وبرضه على فكره هي عائليه، في مساحات برضه من جوه كويسه. هي موتور ارقامه 1500 سي سي تربو، 177 حصان، 300 نيوتن، مع فتيس دول كلاتش، 7 سرعات، تبريد زيت او تبريد مبلل. لما تتكلم هنا على التقفيل هتلاقي هنا دراع واحد بس عشان خاطر الكابوت تقيل على فكره، مش خفيف. هنا في عزل او بطانه اهو، تحت هنا دي مقفله خالص اهي، هتلاقي في تقفيل من هنا. مظبوط. الحركه دي برده متدربه على العربيه دي، مظبوط. الحركه برده كويسه جدا. تصميم العربيه يا جماعه هنا مميز جدا. هي بالمناسبه هي دي الاخت الكبيره لليوني في، يعني دي اليوني تي الكبيره او العاليه الاس يو في. اليوني في دلوقتي اللي على الشاشه دي السيدان من اليوني تي. هي بتتكلم في الوش ده، وش شكله شيك جدا. بتصور هنا على الفواريس اهي، نهاريه. دي الفواريس الرئيسيه اهي، شكلها شيك جدا. فوق ال دي اهي اهي كده. بص المات دي، المات كمان بلون العربيه، وفينا فتحات تهويه. ماشي. فالوش ده مميز جدا، مع علامه الايه الشمال بشكل كبير، مع سحبه الفوانيس اللي على الجنبين اهي شكلها حلو جدا، مع برضه النازله دي. تحس برضه الحاجات دي حرف في بس معقول كده، فاهم؟ حرف في معقول كده اهو، ده كده وده كده. هنا دي الفوانيس الرئيسيه. اما الاضاءات اللي ايه اللي فوق دي هي الاضاءات النهاريه اهي. الشكل برضه شيك كده جدا. هنا هتلاقي كمان كاميرا من ضمن الاربع كاميرات اللي بتيجي في العربيه. وهنا قدام كمان رادار اهو، يعني العربيه فيها انظمه ايه مساعد السواق كتير. بتتكلم في اول حاجه شفناها اللي هو الاوتو بايلوت او القياده الذاتيه. بعد كده هتلاقي في كمان ركن ذاتي، فالعربيه مليانه اوبشن. هنا حساسات ركن أمامية موجودة في الوش وكمان في الجنب عشان خاطر القيادة الذاتية. هنا كمان بتتكلم في هنا فوق الكبوت هتلاقي في خطوط، تمام، مع برضه سحبه الازاز، هي شكلها حلو قوي. كل حاجه موجوده فيها، الكاميرا مع الفوانيس ال دي، مع الرادار، مع كل حاجه. لو هتروح للجنب برضه الجنب بصوا في خط هنا اهو ماشي، بس هو سايح هنا شويه اهو، مش باين هنا قوي، بس هنا بصوا يا جماعه هنا عضلات كده من قلبازه، بصوا اهي شكلها حلو قوي على الحته دي. هنا الاوكر اللي هنا بتاعت الباب اللي ورا، اوكر من الجنب، اوكر بص عاديه، لكن الاوكر دي بالجنب. ماشي. ولازم الاوكر دي مخفيه، بس انت ايه يعني لازم تدوس على الزرار ده. انت كده قفلتها، احنا كده قفلناها. بص يعني المفروض لما اقرب المفروض دي تفتح لوحدها، لا انت لازم تدوس هنا فيها بصمه اهي، تمام. خلينا بس في التصميم نفسه. بص هنا في لحد الفانوس اللي ورا، تمام. برده هنا في خط تاني اهو تحت. العربيه برده فيها خطوط من الجنب شكلها حلو، مع المرايات الكبيره هنا. فيها اشارات جانبيه، كل مرايه فيها كاميرا اهي. استنى افتحها لكم اهي. اهي مرايه فيها اشارات جانبيه وفيها كاميرا. فيها كمان النقط العمياء، فيها كمان تسكينها في المرايات، فيها النقط العمياء اهي. فيها كمان تسكين في المرايات. انا ببص على الجنود، الجنود هنا جنود كبيره مقاسها كبير. الجنود هنا مقاسها 20 بوصه،
مناقشه رياضيه اهي، بروفايل 45 على 45، نشاطه رياضيه شيك جدا، برضه شبه حروف الفي، يعني عامله في اهي داخله كده فيها في، عشان كده شكلها شيك قوي بصراحه. اقواس الكاوتش هنا باللون الاسود اللي هنا واللي هنا، ماشي. مش هتلاقي برضه هنا في شغل قوي كروم والحاجات دي، لا. تلاقي الدنيا بصوا اهي، مفيش هنا كروم ولا حاجه، الحته دي بس مبينه بلاك. ترجع ورا برضه الحته شكلها شيك مع السبويلر هنا اللي طاير، هتبقى مجنح اهو. وهنا هتلاقي ايه، لا مقفول مش مفتوح، استنى، مفتوح من هنا، مفتوح برضه من هنا، بس الشمس ضاربه فيه. وهتلاقي طبعا في نور الفرامل من هنا اهو. الحركه دي بقى يعتبر في كل العربيات الصيني، مع الازاز اللي هنا، بس الازاز هنا مش في 100، هنا مش في 100. وعلى فكره برضه الازاز هنا مش في 100، لقطه غريبه بصراحه، انا لسه واخد بالي دلوقتي، لا في 100 هنا ولا في 100 هنا، استغرب بصراحه. المهم مع المساحات هنا، مع هنا علامه الشمال، رئيس ال دي طبعا على الجنبين شكلها حلو برضه، تلاقي يعتبر نصها او ربعها كده على باب الشنطه، والباقي على الايه الرفرف نفسه، كلمه شنجان مع علامه الشنجان اليونيتي، تمام. هتلاقي هنا الكاميرا الرابعه اهي، الكاميرا الرابعه مع حساسات الركن الخلفيه اهي. بص هتلاقي حتى حساسات الركن الخلفيه كمان في الجنب، اللي هي عشان فيها قياده ذاتيه، فيها ركن ذاتي اهو. هتلاقي هنا اهو حساسات الركن من هنا ومن هنا، وصل لحد هنا، مع برضه فتحات التهويه اللي هنا كده بتبقى مقفوله، منظر بس، منظر. مع برضه هنا عكس الاضاءه، هنا هتلاقي تحت هو الفرامل الثالث مع الديفيوزر ده، مع فتحات الشكمان، هي عارف شكمان، في شكمان اهو طالع، بس برضه ايه الشكمان اللي جوه مش لبره، هنا الشكمان هنا وهنا شكلها شيك. فالظهر شكله منفخ وراجع لورا كده، العربيه شكلها مسحوب لورا، بس شكلها برضه حلو، تصميم متجمع تصميم الظهر. بص برضه الكراسي اللي ورا شكلها حلو قوي، بص اهي فيها شيك قوي، الاي دي برضه اهي، ده حلو. هنا نفتح باب الشنطه مع بعض اهو، كليكتين هنا فتحت شنطه كهرباء. طبعا المساحه دي هظهر لكم دلوقتي على الشاشه، بس انا حاسس انها يعني 300 وشويه لتر، مش مساحه كبيره. طبعا تكنيك الكنبه دي توصل لمساحه كبيره معاك، بس انا برضه قلت الكنبه. هنا احنا هنتابع الكنبه، وهو هنلاقي الارضيه الناتجه عن تاني الكنبه متساويه مع الارضيه بتاعت الشنطه، هتلاقي المساحه معاك تكبر. لكن طبعا هي برضه كروس اوفر مدمجه، فهتلاقي المساحه مش كبيره للدرجه، ماشي. هنا في التجهيزات اللي موجوده هتلاقي واحد ال دي اهي هنا، مع كمان هنا 12 فولت، ماشي، تمام. هنا مساحات تغذيه اضافيه الحته دي، وكمان في الحته دي، مع هنا طب مساحه تغذيه اضافيه برضه اهي الحته دي، ماشي. هنشوف بقى الجلط او الستيبل، اسف. هنا هو الستيبل بتاع العربيه اهو، اقصى سرعه 80 كيلو، نحط الكهرباء اهي، سايكل حساس اهو. هنا زاويه دخول العربيه زاويه واسعه، بتتكلم هنا في الماتيريال من بطل اهو، بطل هنا، هنا برضه جلد، حته كروم اهي، مع برضه دي معبد تقيل محمل، ده برضه جلد، هنا برضه الحته دي لا هي بلاستيك، بلاستيك برضه. هنا تفريط التلفزيون باللون الاحمر ماشيه مع الفرش اللي جوه، هنتفرج عليه كمان شويه. هنا مساحه تخزين، هي التلفزيونات اهي، مع برضه مساحه تخزين تحت، مع برضه هنا السماعات. الماتريال هنا حلو جدا، معظمه متبطن، في كمان جلد. اما العزل اهو، اهو هنا وهنا وهنا هنا، نازل لحد تحت اهو، هنا في عزل، هنا في كمان عزل هنا اهو هنا. فالعزل هنا حلو جدا في العربيه، كمان الخامات بتاعت الابواب كويسه جدا. هنا لو تبص على الفرش، فرش جلد شيك جدا، مع برضه بالظبط باللون الاحمر، هنا برضه اللون الاحمر باين اهي، مع مساند الراس. بس للاسف هنا المسند ده والمسند اللي هناك خالص الاثنين ايه ثابتين مدمجين، اما المسند ده فهو بيتفتح عادي. هنا هتلاقي فيه مسند يد اهو، وبرضه الكابولا، تمام. مع برضه هنا في ايه ده بتاع الصالون اهي، اهي هنا، مع برضه اللي فوق الابواب اهي هنا وهنا، وهتلاقي كمان هنا طبعا سواء ما عندوش، ماشي. لو هتتكلم عن المساحات هنتفرج عليها دلوقتي. العربيه يا جماعه هنا مرفوعه على الارض اهي، مرفوعه على باليتا ومرفوعه على الارض. فبرضه اللي لما يجي يخش العربيه دلوقتي هتلاقيه ما وطتش قوي، بس العربيه اصلا يعني نازله لتحت مش عاليه. برضه خد بالكم من حاجه زي كده، يعني حتى بص لما يجي يخش دلوقتي، يعني رغم ان العربيه عاليه اصلا على الارض، بس انا برضه وطيت اهو، تمام. هنتفرج دلوقتي على المساحات. هنا مساحات كويسه جدا اهي، بص المساحه قد ايه، مساحه واسعه،
اتفرج كمان دلوقتي على مساحه الراس ونشوف. مساحه الراس هنا يعتبر كويس، يعني في قبض اهي، بس طبعا قدام شويه هنا كده عشان خاطر في فتحه سقف بانوراما. المساحه هنا طبعا افضل بكتير اهي، يعني بتتكلم في قبضتين. اما هنا هذه نازله شويه لتحت، فهتلاقي في قبضه وشويه. وبرده اللي قاعد مثلا ياخد باله لو يرجع راسه لورا كده هيلاقي السقف فوق على طول قبضه اهي. هنا مفيش نفق فتيس اهو واطي. اما الكونسول الوسطيه هنا بتبدا بايه؟ مفيش مساحات تخزين ولا حاجه، هنا مقفوله اهي. مع هنا مخرج USB واحد مع فتحه تهويه واحده. يعني هنا بيتعاملوا مع الناس اللي ورا ان هم واحد بس، يعني عاملين فتحه تهويه واحده يعيشوا معاهم بقى، هم قاعدين ثلاثه قاعدين اثنين يعيشوا. هنا برده مخرج USB يدخلوا عليه هم الاثنين. اتفرج برده على التابلو هنا من ورا، شكله شيك ومتبطن، الشاشتين لازقين في بعض مع الطاره المالتي مع برده فتحات التهويه هنا. هنا انا بقول اللي قدام زاويتها برده زي اللي ورا، بس في عربيه جنبها هنا مش هينفع نفتح الباب على الاخر، لكن برده هتلاقي نفس العزل، بص لحد تحت، نفس برده الماتيريال والخامات متبطنه، نفس الباب اللي ورا. هنا الايه التحكم بالازاز دي اوتو في الاربع ابواب، بس مساحات التخزين هنا هتلاقي اكبر من اللي ورا مع السماعات برده مالهاش ماركه دي. هنا في اختصارات كف المرايه، وهنا برده ضم المرايه من جوه العربيه، مع برده هنا فتح الشنطه، التحكم في الاضاءه، الفوجات. هنا برده هتلاقي مساحه تخزين، استنوا، لا ده دي بتاعت الفيوزات، لا مش عايز تفتح بتاعت الفيوزات. خدوا بالكم يا جماعه دي بتاعت الفيوزات مش مساحه تخزين، مساحه تخزين كنت هتشدها تفتح. هنا وصلنا للمقصوره بتاعت السائق بالنسبه لعربيه شانجان يوني تي. معلش بس الشمس ضاربه شويه في التليفون، بس هنا عامه هتلاقي فيه الماتيريال متبطن اهو اهو تمام، متبطن هنا متبطن برده مع السماعات، برده في اضواء هنا شكلها حلو قوي. شوف العربيه فيها اصلا امبنت ولا لا، تمام، متبطن برده الخياطات دي شكلها حلو. هنا كمان بتتكلم في فتحات تهويه مع التشبيحه دي برده تشبيح حلو قوي. هنا الشاشه، هنا الشاشه دي الشاشه اللي جنبها شاشتين ملزوقين في بعض اتفرج عليهم دلوقتي. هنا فتحات تهويه انتظار، هنا الزراير دي عشان خاطر التكييف. هنا شاحن وايرلس، بس الشيء الغريب يا جماعه ان الشاحن وايرلس بصوا، يعني هتحط هنا الشاحن وايرلس هتلاقي التليفون نفسه ممكن ما ياخدوش، في تليفونات مش هتاخد المساحه دي، هم برضه كانوا اصولهم يكبروها شويه. معايا في مخرج اهو USB. هنا ساعه الفتيش شكلها حلو قوي، المقبض ده بصوا يا جماعه اهو، ده ترجعوا ورا، بص ترجعوا ورا كده هتلاقي ايه البي والار والكلام ده كله، الار لورا والبي والان، طبعا شكلها حلو قوي. معانا برضو اختصارات ميموري، وهنا الكاميرات، هنا القياده الذاتيه اهي اللي في الزرار برضو بتاع المفتاح، هنا الكاميرات اهي، اتفرج على الكاميرات هنا. طبعا الشمس ضاربه قدام، هي طبعا فيها 360 درجه، استنوا اهي بص العربيه اهي قدام جنب اهو جنب كمان ورا. الريزولوشن برضو هنا مقبول كويس. الكاميرا هنا في الكونسوله، فرامل يد الكهرباء والاوتو هولد، وهنا الباقه بتاعت المود. بص درايف مود بيتغير هنا بس، بص اهو سبورت ايكو نورمال اهو، يعني بتغير بس المود هنا، ما بتغيرش اي حاجه في الشاشات، بس بيكتب لك هنا المود الحته دي. فالباقه دي برضه شكلها شيك مع الكاب هولدر جنب بعض. معايا مثلا اليد، استنوا هنا الكاب هولدر ممكن تقفل عليهم اهو، برضه الدرج شكله حلو. مثلا اليد مقفول اهو، هنا في خياطات باللون الاحمر برضه. مثلا اليد جواها مساحه تخزين كبيره، وفي تبريد من جوه. هنا الشاشه فيها ابل كار بلاي وشنجان لينك، ما فيهاش ايه اندرويد اوتو. فانا برضه قبل كده على شنجان CS بلس او CS 55 بلس ما كانش فيها برضه اندرويد اوتو، فيها شنجان لينك بتحكم منها في حاجات كتير. بصوا هنا اهو هتلاقي فيه قافل الابواب وفتحها اهو. هنا برضه الايه هذا المسار اللي هو يعتبر الانذار بتاع المسار والحاجات دي كلها اللي هو ايه الانظمه تفاعل السائق. فالشاشه برضه الريزولوشن بتاعها حلو جدا. هنا كمان بتلاقي الشاشه اللي قدام السواق ديجيتال شكلها شيك جدا، تحكم منها برضه هنا، تحكم فيها من هنا اهو، استنوا اهو الثقه الذكيه والسمات وحسابات توعيه القياده او توعيه القياده او التحذير، الاعدادات مثلا اهو الانذار والحاجات دي كلها. قدامها هنا الطاره مالتي شكلها شيك قوي، الماتيريال بتاعها برضو يعتبر ناشف بس فيها طرازات من هنا اهي حلوه، مع علامه شنجان مع المالتي اللي هنا والمالتي اللي هنا. سريس بوكس كلمه يونيتي اهي شكلها شيك. هنا الكوماند فويس Please continue. اهو open all windows. Sorry, I haven't mastered this skill. open the car window. Opening all windows.
اهي فتحت. تعالى بقى طبعا الشنجان السي اس 55 بلس. كلوز ذا كار ويندو. Closing all windows. اهو. شكرا يا ستي، مع السلامه. عملت اللي عليها الست. هنا التحكم في التكييف اللي هنا، استنوا، في المقاعد كمان التحكم في المقاعد اهي، كيف الهواء في المقاعد اهو، هنا وهنا اهو، تهويه في المقاعد اهو، تمام، تنقية الهواء، كيف الهواء اهو. هنا درج تابلوه اهو كبير، في فوقيه تطريزات باللون الاحمر برضو ماشي. هنا مساحه تخزين كبيره تحت اهي، بس ما فيهاش اي حاجه، مساحه تخزين بس. هنا ضمن المرايات من جوه العربيه اهي اهي. هنا هتلاقي الشماسات اهي، بس مفيش مرايات ولا حاجه، شماسات عاديه هنا وهنا. كونسول الاضاءه، وبرده بيجي هنا تفتح الكفر بتاع السقف، بتاع فتحه السقف البانوراما. فتحة السقف هنا الازاز ده ما بيفتحش، الكفر بس اللي بيفتح، ليس فتحة السقف دي ثابته، الازاز ده ثابت. هتلاقي زرار ستارت وستوب اهو. كرسي سواق بيجي كهرباء وفي دعم للقطنيه، اما كرسي ركب الامامي بيكون كهرباء بس. عوامل امان وسلامه، فيها 4 ايرباج، فيها الاي بي اس والاي بي دي، وفيها الاي اس بي، فيها الاربع كاميرات، فيها حساسات ركن اماميه وخلفيه، فيها طبعا قياده ذاتيه، فيها ركن ذاتي، فيها مثبت سرعه، فيها ستارت وستوب انجن، فيها مثبت سرعه تكيفي، فيها انظمه مساعده السائق الحفاظ على الحاره، وبرده الانذار لو انت طلعت بالحاره. فيها باكج حلو جدا من عوامل الامان والسلامه في عربيه صيني. يمكن سلبيات مثلا ان المرايه اللي في الصالون مثلا، وكمان الشاحن اللي هو يعتبر لو انت معاك يعني مثلا التليفون كبير مش هياخد الشاحن قوي للدرجه. بس كده، لايك وشير وسبسكرايب، ونتقابل ان شاء الله مع فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.